اهلا بيكم في نقطة تحول. جاهز النهاردة علشان تعرف ايه هي الخطوة الاولى عشان تسكت صوت الاب الناقد؟ يلا بينا. النهارده جايبه لكم من كتاب تي اي توداي لايان ستيوارت، بيقول ان اول خطوه هي السيلف اويرنس او الوعي الذاتي، او بمعنى اصح انك تعمل تامل كده. لازم في اللحظه اللي بيخرج لك فيها صوت الاب الناقد ده تكون انت واعي تماما في لحظتها وكشفه ان ده صوت الاب الناقد ومش صوتك انت، وبيعمل كده عشان يكسرك علشان تقدر تتعامل مع الصوت ده. كارل يونغ بيقول: حين تجعل اللاوعي مسيطرا فإنه سيوجه حياتك وستسميه أنت القدر. يعني كل ما هتسيب الأفكار اللي في اللاوعي بتاعك اللي متكونة من وانت صغير هي اللي بتقود حياتك، هي هتوجهك، وانت وقتها هتقعد تبقى فاكر انه ده القدر. لازم تراقب تصرفاتك علشان تقدر تغيرها وتختار منها ايه اللي انت عايزه يكون واقع حياتك. جرب النهارده انك تراقب الصوت ده كده، وما تنساش تعمل فولو علشان تعرف الخطوة التانية، واعمل شير للفيديو مع اصحابك.